بايونكس عملت نوعين شامبو ضد القشرة، واحد مخصص لعلاج القشرة وواحد تاني لعلاج القشرة والتساقط مع بعض. طب ايه الفرق بينهم ومين فيهم الأحسن؟ الاتنين فيهم نفس المكونات الطبيعية ومستخلصات نباتية اللي بيغذوا فروة الراس والشعر وبيحافظوا على رطوبتهم وبتخلي الشعر مترطب وبيلمع وصحي. طب فين بقى برضو الفرق بينهم؟ الشامبو ضد القشرة ده متخصص أكتر لعلاج مشكلة القشرة، لأن فيه مستخلص نبات طبيعي بينظف فروة الراس كويس جدا من بواقي المنتجات والدهون ومن غير ما ينشف الشعر، وكمان بيهدي فروة الراس وبيقلل الالتهاب اللي بيخليكي تحسي انك عايزة ترشي في راسك. اما بقى شامبو ضد التساقط والقشرة فده بيجمع بين علاج القشرة وكمان بيقوي بصيلات الشعر وبيقلل التساقط، وده لان فيه بروتينات وفيتامينات ومعادن بتغذي الشعر من الجذور وتخليه مترطب وبيلمع. نوعين الشامبو حجمهم واحد وهو 300 مللي. نيجي بقى لعيوبهم، فشامبو القشرة ممكن ما يكونش فعال قوي مع حالات القشرة الجامدة، وشامبو التساقط بيحتاج وقت طويل عشان تشوفي نتائج واضحة في تقليل تساقط الشعر. وبصراحة كده أنا مش شايفة إن في فرق كبير بينهم، وهختار أستخدم شامبو التساقط، وده لأن في الاتنين علاج القشرة والتساقط في نفس الشامبو. لو انتي كمان عندك مشكلة مع القشرة أو التساقط وعايزة تجربي شامبو بايونكس دوري على كود الخصم بتاعك في وصف الفيديو تحت. أما بقى لو عايزة علاج متخصص أكتر لعلاج التساقط يجيب من الآخر فشوفي الفيديو ده عن أمبولات سيو بايب. ولحد ما أشوفك الفيديو الجاي خلي بالك من بشرتك.